ممتاز. تريد أن أحدثك عن اختراعات. سأعطيك لمحة عن بعض الاختراعات القديمة التي ظهرت عند العرب والمسلمين. والساعة المائية. الجزري، العالم بديع الزمان. الجزري اخترع ساعات تعمل بالماء في القرن 12. كان يتحكم بتوقيت الساعة بطريقة ذكية تعتمد على تدفق الماء وانتظامه، وبعض هذه الساعات كانت مزخرفة وتتحرك آليا مثل العرائس. 2. القلم الحبر. ابتكر المسلمون أول قلم حبر يمكنه الكتابة بدون أن يغمس كل مرة في المحبرة. الخليفة الفاطمي المعز لدين الله طلب في القرن 10 أن يصنع له قلم لا يلوث اليد بالحبر، وتم تحقيق هذا الاختراع له. 3. الآلات الجراحية. الزهراوي. العالم الزهراوي في الأندلس اخترع أكثر من 200 أداة جراحية، بعضها ما زال يستخدم بشكل مشابه حتى اليوم، مثل المشارط والملاقط الدقيقة وأدوات خياطة الجروح. 4. الكاميرا الأولى. ابن الهيثم. العالم. ابن الهيثم اكتشف مبادئ عمل الكاميرا عندما درس كيفية دخول الضوء إلى غرفة مظلمة عبر ثقب صغير. هذا الأساس أصبح لاحقا قاعدة اختراع الكاميرا الحديثة. 5. علم الجبر. الخوارزمي. العالم العظيم. الخوارزمي أسس علم الجبر الجبرا الذي يعتمد عليه اليوم في الرياضيات والهندسة والكمبيوتر. ممتاز. تريد أن أحدثك عن اختراعات. سأعطيك لمحة عن بعض الاختراعات القديمة التي ظهرت عند العرب والمسلمين. والساعة المائية. الجزري. العالم بديع الزمان. الجزري اخترع ساعات تعمل بالماء في القرن 12. كان يتحكم بتوقيت الساعة بطريقة ذكية تعتمد على تدفق الماء وانتظامه، وبعض هذه الساعات كانت مزخرفة وتتحرك آليا مثل العرائس. 2. القلم الحبر. ابتكر المسلمون أول قلم حبر يمكنه الكتابة بدون أن يغمس كل مرة في المحبرة. الخليفة الفاطمي المعز لدين الله طلب في القرن 10 أن يصنع له قلم لا يلوث اليد بالحبر، وتم تحقيق هذا الاختراع له. 3. الآلات الجراحية. الزهراوي. العالم الزهراوي في الأندلس اخترع أكثر من 200 أداة جراحية، بعضها ما زال يستخدم بشكل مشابه حتى اليوم، مثل المشارط والملاقط الدقيقة وأدوات خياطة الجروح. 4. الكاميرا الأولى. الضوء إلى غرفة مظلمة عبر ثقب صغير. هذا الأساس أصبح لاحقا قاعدة اختراع الكاميرا الحديثة. 5. علم الجبر. الخوارزمي. العالم العظيم الخوارزمي علم الجبر